السلام عليكم ومرحبا بكم في الابيزود الثانية من بودكاست فراغ. هاد الحلقة كتبدا بصوت خفيف بهدوء بحال داك الصوت اللي كنسمعوه في وسط الزحام ديال راسنا، ولكن كنختاروا ما نعطيوش الأهمية. اليوم بغيت نهضر معكم على المسامحة، ماشي المسامحة اللي كنوجهوها للناس، ولكن ديك المسامحة اللي كنبخلو بها على راسنا. بزاف منا كنسمحوا للناس، كنعطيوهم فرص، كنقولوا ماشي مشكل، كنمشيو نعسو ما في بالنا عليهم والو، ما شادين في قلبنا عليهم حتى شي حاجه، كنغفروا حيت تعلمنا نكونوا طيبين، نكونوا متسامحين ونكونوا ناس مزيانين. ولكن ملي كتجي راسك، ملي كتغلط ولا ملي كتاخر، ملي كتغوت بلا ما تبغي، ملي كتحس بالارهاق وما كنتج والو، كتولي اقصى محكمه في العالم جالسه في دماغك، كتحاكم نفسك، كتجلدها وكتحس ان ما عندك حتى شي عذر. المشكل ماشي في الغلط كيوقع والكل قادر يخطأ. المشكل هو انك ما كتخليش حتى شي بلاصه لفهم السياق. واش كنتي مرتاح؟ واش كنتي مريض؟ واش كنتي محتاج غير 5 دقائق بالمسؤوليه؟ واش فعلا كنتي في لحظه ديال القدره ولا كنتي كتقاوم الغرق بصمت؟ المسامحه للنفس ماشي ضعف، بل شجاعه. كتسامح راسك يعني كتقرر تخرج من السجن ديال جلد الذات، كتقول راسك انا غادي نوقف معاك وماشي ضدك. ماشي كلشي خصو يتحل في بلاصتو ولا ديك الساعه، ماشي كلشي خصو يتحل في ديك الوقيته اللي باغي. احيانا الحل الوحيد هو القبول. افكار صغيره تقدر تمارس بها المسامحه الا قدرت وإلا بغيت. تقدر تكتب رساله لنفسك بحال اللي كتكتبها شي صديق، شي ولد صغير ولا شي روح صغيره، وتقول فيها انا فهمتك وانا معك وانا غادي نحاول نكون احن عليك. غير الصوت الداخلي توقفه وتبدلو بانا مجد، انا غادي نتعلم من الفشل. قبل الفوضى اللي في راسك، ماشي كل يوم غادي تكون فيه ابهى نسخه منك. كاين ايام الفوضى كتكون مع راسك، ولكن كاين قلب كيحاول في كل مره. مارس الطقوس الصغيره ديال الرحمه مع النفس، سمع الموسيقى هادئه، جورنالين، تمشى، ولا حتى دير لحظه صمت كتقول فيها انا سمحت لراسي على البارح وكنستعد نعيش اليوم. ماشي خصك تكون قوي باش تستاهل ترتاح، ماشي خصك تكون صالح باش تستاهل حضن دافي منك، ماشي خصك تكون مثالي باش تستاهل تسامح ذاتك. احيانا خصنا نخرجوا من المنطقه ديال نستاهل ولا ما تستاهلش وندخلوا في المنطقه ديال انا انسان وهذا كافي. الرساله الاخيره اللي نقدر نعطيكم، حاولوا ولو مره في الاسبوع تعاملوا الناس ديالكم بلطف، بحال اللي كتعامل مع بنتك، مع صديق. واذا قدرتي تسمع هذه الحلقه حتى لهنا فهنيئا لك، راك درتي اول خطوه في المسامحه. يمكن مازال الطريق طويل، ولكن كل خطوه هي عناق داخلي بينك وبين ذاتك. شكرا حيت خديتي هذه اللحظه وسمعتي الصوت من القلب. الا بغيتي شارك الحلقه مع شي حد كتعرفو كيقسي على راسو بزاف. وما تنساش ماشي كلشي باين وماشي كلشي خصو يتشرح، ولكن كاين شعور خصو يتفهم.